راكم معايا في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مخمر او كي كيسميه بطبوط ولا مخمر. المهم نحتاجو المقادير. عندنا هنا كيلو ديال الدقيق فورس، نص كيلو ديال سبيسيال او القمح اللي كيكون رقيق هكا ماشي سميده. عندنا شويه الملحه، عندنا واحد تقريبا معلقه جوج معالق صغار تقريبا ديال الخميره ديال الخبز، درت معاها معلقه صغيره ديال السكر ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. اللي ما عندوش يدير زيت نباتي. وكنحتاجو الماء دافي باش نجمعو العجين. نبداو على بركه الله. حاولوا ما نديروش الملحه على الخميره لانها ما غاديش تخليها تفاعل. درت معاها السكر هو اللي كيخلي الخميره تفاعل معاها. نديرو على الخميره تذوب لينا. انا بقيت كنزيد في الماء حتى تجمع فيه العجينه. هنا باقا قاصحه، وملي غادي نجمعوها غنبقاو نزيدو في الماء دافي. انا خصها تكون جاريه شويه. غنبقى بحال هكا نزيد في الماء. كنزيد في الماء حتى كتولي هكا كتلصق، متكونش جاريه بزاف عاوتاني. تكون هكا كتلصق. غادي نغطيها ونخليها تخمر في القصريه، ومن بعد غادي نديرها كويرات. من بعد ما نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا. كنحاولوا نخليوها من ديك الفقاعات ما ندلقوهاش غير بالنسبه للمبتدئات في اول مره غادي يجربوه يبداو غير برابعه ديال الفورس دقيق الفورس ونص رابعه ديال دقيق القمح باش ما يجيهمش صعيب بزاف. وغنحتاجو شويه ديال القمح ديال كنقولوا ليه فينو او دقيق القمح داك اللي تيكون هكا ناعم. وغادي نديرو كويرات بهذا الشكل هذا. نحطوهم فوق شي زيت هكا ديال الخبز يكون نقي. نغطيوهم وحنا غاديين نكون عندي الكرخه. المخمر ما فيه لا دليك لا والو، غير خصك تعطيوه الماء مزيان تكون العجينه خفيفه باش كيجي رطب. وانا غادي نبقى هكذا هذا حتى نكمل العجينه اللي عندي. كرات انا بديت كندرس فيهم. ضروري نرشو دقيق القمح. المقله سخنات ندير الخميره. خليوش يخمر بزاف ماشي بحال الخبز، كيبغي غير شويه ويطيب باش يقدر يتنفخ ليكم، الا سينو ما غاديش يتنفخ.
غير شويه وكنقلبوه. صافي المخمره ديالنا طابت، كنبقاو مقابلينها حتى نقلبوها. الا ما بغاش يتنفخ ليكم ولا كانت شي بلاصه هكا كتخرج منها كيخرج منها الهواء، نحاولوا هكا نضغطوا عليها باش يتنفخ. الا ما درتوش هكا ما غاديش يتنفخ ليكم. صافي غير يتحمر نحيدوه. صافي انا غنبقى غادا على هاد العمليه حتى نكمل نخمر اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي ديال المخمر ديالنا، كيجي زوين. نتمنى تجربوه الا تبعتوا المراحل والخطوات اللي قلت لكم، يجيكم ان شاء الله زوين. كله تبارك الله جا محلول. تقدروا ديروه هكا صغير، تقدروا ديروه كويرات صغار يجيكم صغيور، تعمروه هكا باي حشوه بغيتو. دابا نديرو لكم ان شاء الله في الفيديو تشوفوه كيفاش كيجي. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم. السلام عليكم.